السلام عليكم إخواتي. هذه نصيحة مني للشباب اللي باغي يجي لأوروبا. إلا ما كانوش عندو هاد الحوايج غادي يتعذب وغادي يتمرد ويقدر كاع يطراو ليه شي حوايج اخرين ما نتمناهمش ليكم. ولكن الا كنتي جاي على الاقل تكون باقي صغير، ما تكونش فايت ال40، لان داكشي اللي غيدوز عليك تقدر تستحملو. تقدر تبات بالزنقه، تقدر ياكلوك خوتك، تقدر ما تاكلش، تقدر البرد، تحمل اي حاجه تحملها. ولكن الانسان اللي كيجي فوق ال40 راه ما نظنش، فوق 36 راه ما نظنش انه غيبقى يتحمل يعني الكوارث اللي غيوقعوا ليه هنا في اوروبا، لان ما كاين لا حنين لا رحيب. ما غتقول لا خويا ولا اختي ولا حتى حد، غتجي مقطوع من شجره. يلا كما طحتي خاصك تبدا من ازيرو، خاصك تجي متسلح. مهم تكون باقي صغير باش تا غير تستوعب اللغه ودا غير تشدها. فين ما حطوك غتخدم، يعني في الفلاحه في اي بلاصه خاصك تخدم باش تدبر على ماكلتك وتدبر على فين تسكن. ان هنا خويا راه ما كاينش اللي غيعقل عليك، راه واخا يشوفوك تحت الصفر درجه راه ما كاينش اللي غيعقل عليك. لهذا اتحمل وكون مستعد. ثانيا خاص يكون عندك واحد ديبلوم، اما ديبلوم ديال الحلاقه وهذا هو قليل فيهم، ولا تكون عندك واحد ديبلوم ديال بلاكا سولاريس. هاد الطاقه الشمسيه هي اللي كاينه دابا بزاف. الا جيتي وكان عندك هاد الدبلوم غتكون خاصك غير اللغه، واللغه ثيق بيا غادي تتعلم ليها في اقرب وقت، وبالخصوص الا كنتي صغير وقاري شويه في المغرب راك غتشد اللغه. ولا كما كان عندك اخويا حتى شي دبلوم راك غتجي غير تكرفص. والدبلوم ديال الكوزينه، الا كنتي كتعرف شي حاجه طيب وتعرف دير راك غتكرفص في الاول، وغاتمشي تخدم في الكامبو، وغاتمشي تخدم هنا وتخدم هنا وتخدم هنا. ولكن الفو دير وريقاتك غتلقى الطريق ديالك المستقيمه، الطريق ديالك اللي غتبحث عليها وغتلقى فيها ذاتك وغتلقى فيها كل شيء، هي الكوزينه والبلاكا سولاريس. هذه نصيحه من وزاره الصحه. الا عندك بلاكا سولاريس راك غتعيش في قيد، غتعيش سوبر، غتعيش مالك، غتخدم وغتدبر على راسك وغدير الدار وغدير كلشي. ولا كنتي يا خيا داك براس عجاي وعطحتي وتعنطي وجيتي طحتي هنا وغطستي راك ما غتلقى حتى حاجه، غتلقى الاكتئاب والمرض والهم اللي ما يتلم. حسن ليك بقى لك في دواركم، حسن ليك. الا كنتي جايب اخويا نصيحه، الا كنتي جايب شي ديبلوم معاك وجايب معاك شي لغه قريتيها وشويه باقي صغير، اهلا وسهلا، اوروبا تنادي. اما الا كنتي اخويا كنتي باقا في راس الدرب عتا قالوا لك سير، راك ما غتجيب حتى حاجه وما غدير حتى حاجه. وهذا الا كان عندك ليكسبيريونس راك غتنجح 100%. يعني الدبلوم اللي كنت عندك راك راجح، ما كانش عندك اخويا استحمل، راك غتبات في الزنقه وما كاين اللي غيديها فيك. ولا كان عندك هادشي دبلوم راك غدير مستقبلك، وان شاء الله التوفيق للجميع.